يا مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين اللازانيا بطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات. اول حاجة نقول بسم الله. هنعمل بقى صوص اللحمة المفرومة. هنزل بمكعب من الزبدة وهحط عليه شوية زيت طبعا علشان الزبدة ما تتحرقش. بعد كده بكون مجهزة 3 بصلات كبار وفرماهم في الكبة. طبعا انا هعمل يعني صينيتين لازانيا مش صينية واحدة، فالمقادير ديت يدوب على قد صينيتين. اول حاجة بقى هحمر البصل كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليه اول ما يبتدي يتحمر معايا ب3 فصوص توم مفرومين، وهقلب بقى البصل مع التوم وهحمرهم كويس. اول ما البصل يتحمر ويبتدي ياخد لون معانا هنزل بقى عليه باللحمه المفرومه. نفكك بقى اللحمه بتاعتنا ونقلبها على نار عاليه. واول ما يبتدي يتغير لونها وكلها تاخد نفس اللون هنزل بقى عليها بالبهارات. هفضل بقى اشوح في اللحمه كده زي ما انتوا شايفين، وكمان هحط عليها مكعبات فلفل الوان وكمان حلقات كده من الفلفل الحامي، وده طبعا على حسب الرغبه. نملح بقى اللحمه بتاعتنا وناخد بالنا برضو ان احنا زي ما بقولكوا كل مره ما نزودش الملح. بعد كده نحط عليها 4 معالق كبار من صلصة الطماطم، ولو مش حابين الصلصة الجاهزة ممكن نستخدم عصير الطماطم. بكون مجهزة كوبايتين من المية السخنة، هنزل عليها بالمية وهسيبها لحد ما تتسبك. اول ما الاقي السمنه والزيت طلعوا على الوش كده يبقى كده اللحمه معايا اتسبكت وبقت تمام التمام كده، يبقى خلصنا اول خطوه ويلا بينا على الخطوه التانية. هنعمل بقى البشاميل. هنحط مكعب كبير من الزبده وبرضه هننزل عليه بشويه زيت، وبعد كده هحط 6 معالق كبار من الدقيق. طبعا 6 معالق لان انا هعمل 2 لتر لبن او 2 كيلو لبن، لاني هعمل صينيتين، لكن لو هنعمل صينية واحدة هنحتاج 3 معالق كبار وهنحتاج لتر لبن واحد. هحط بقى الدقيق بتاعي وبعد كده هحمر الدقيق كويس مع الزبدة والزيت زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انا احمر الدقيق كويس جدا علشان ما يبانش طعمه في البشاميل. اول ما الدقيق ياخد لون فاتح معايا زي ما انتوا شايفين بقى هنزل الاول بنص كمية اللبن وهقلب بقى بسرعة جامد جدا. وطبعا النار هتبقى نار هادية يعني ما تبقاش نار عالية عشان ما يتحرقش مني، وهقلب بسرعة لحد ما الدقيق يدوب معايا. اول ما اتأكد ان الدقيق كله داب معايا هنزل بقى ببقية اللبن. وارجع اقلب البشاميل بتاعي كويس جدا لحد ما يبتدي يتمسك معايا. ولو عايزين البشاميل بتاعنا يبقى طعمه كده احلى واغنى نحط عليه اي جبنه مطبوخه تكون موجوده عندنا. انا هحط عليه قطعه من جبنه بيبي بيل، ولو مش متوفره نحط اي جبنه كيري او جبنه مثلثات، اي جبنه متوفره عندنا، ولو مفيش مش مشكله. وبعد كده بقى رشه خفيفه من جوز الطيب ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح، مش اكتر من كده.
وكده البشاميل بتاعي بيكون جاهز زي ما انتوا شايفين كده خفيف، لان البشاميل بتاع اللازانيا لازم يكون خفيف. انا هستخدم النوع ده من اللازانيا. النوع ده بيستخدم وهو ما يكونش مسلوق، طبعا في انواع تانية لازم نسلقها الاول. نجيب بقى البايركس بتاعنا ونحط بقى في الاول كده طبقة خفيفة من البشاميل، وبعد كده نرص اللازانيا. بس للاسف انا طلعت معايا مكسرة شوية، بس هحاول ان انا اظبطها. وبعد كده هنحط طبقة تانية من البشاميل، ونحط بقى بعد كده اللحمة المعصجة، ونحط بعديها طبقة تاني من اللازانيا، وبنفس الطريقة ونفس الخطوات كده لحد ما نخلص كل اللازانيا اللي معانا. ممكن بقى لو حابين نحط في النص كده رشة من الجبنة الموتزاريلا، ولو مش متوفرة او لو مش بنحبها ما فيهاش اي مشكلة. ونكمل بقى نفس الخطوات بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص كل الطبقات اللي معانا بنغطي بقى الصينية بتاعتنا بالبشاميل. ونحط كده بقى معلقة صغيرة لحمة مفرومة بالصلصة وندهنها على وش الصينية علشان تديها لون حلو في الآخر. وكده صينية اللازانيا بتاعتنا بتكون جاهزة معانا وبتستعد عشان تدخل في الفرن. حابين ندخلها كده هتبقى حلوة جدا، ولو حابين نحط من على الوش برضو جبنة موتزاريلا هتبقى احلى واحلى. وادي صينية اللازانيا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بجد شكلها تحفة. انا زينتها برشة كده من البقدونس، بجد حلوة جدا واكيد هتعجبكم لو جربتوها. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايكات كتير قوي للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما انزلها.